انا ربنا كرمني قوي ومديني بزياده، ربنا موسع عليا رزق قوي قوي. مش بص والله يعني انا زعلانه قوي على مازن ومتضايقه جدا من اللي حصل له. بس يعني لو دورنا في الموضوع هتبقى مجانا هي السبب. انا هنزل لكم الفيديو بتاعها وهي عماله تقول كلام، يعني انا نفسي مستغرباه. يعني انت ربنا اداكي وربنا وسعها عليكي، ما نطلعش بقى نقول؟ ما نطلعش نتكلم؟ ما هو في محرومين كتير، في ناس ما بتاكلش حتى اللحمه، في ناس ما بتتدخلش بيتها حتى كيس فاكهه. شكرا يا عمي بتاع العربيه اللي عديت. انا اسفه طبعا للدوشه واللي انا حواليا دي، بس انا والله العظيم انا مخنوقه قوي، بدليل اني انا يعني مش صابره اروح البيت فعملت الفيديو، يعني لان بجد مخنوقه قوي من اللي هي عملته. يعني مازن دلوقتي يعني بعيد عنكم يا رب. وهنزل لكم الفيديو بتاعه. طلعت هي في لايف وقالت ان مازن جاله سرطان في الرئه وفي العظم ومش عارفه في كذا بقره في كذا حته في جسمه كده، وربنا يشفيه ويعافيه يا رب. بالله عليكم ادعوا له كلكم، تخشوا تدعوا لمازن. هو شخصيه غلبانه جدا جدا وطيبه جدا. وهي مجانا برضو غلبانه وعلى فطرتها قوي، بس ياما كنا بنحذرها وياما كنا بنقول لها والله، بس ما كانتش بتسمع الكلام. وبالله عليكم يعني ادوها نصيحة كده في الكومنتات. هي ساعات بتدخل عندي، هي حبيبتي والله وقلبي كمان. وادعوا دعوة حلوة لمازن. هو لسه برضو يعني في عز شبابه، وربنا يبارك له يا رب في صحته وفي عافيته ويكبر ولاده، وان شاء الله بإذن الله ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقمه. بقول كده ان انا ربنا كرمني قوي قوي، ربنا مديني قوي. شكرا. صبرت على نفس صحتي. اما ولدت مازن الصغير الناس بقت تقول لي ده منظر واحده والده، دي منظر واحده فاتحه بطنها وعماله تشتغل وتروح وتيجي. والله كان ربنا مديني صحه عشان اجري بابني. تعرف بس يعني بعد الكلام اللي انت بتقوليه ده، عايزانا نرد عليكي نقول لك ايه؟ انت بتحسدي نفسك بنفسك. بصي انت حتى مستكتره رحمه ربنا بيكي. يعني انا والله العظيم ما شفتش حد كده، وجايه دلوقتي زعلانه ودموعك مغرقه وشك يا عيني، ووشك مزنهر من كتر العياط. لان في فيديوهات تانية ليها يا جماعه وهي طالعه بتعيط عشان خاطر مازن. شكلها يصعب على الكافر. انا نفسي والله يصعب، مش عارفه اخش اقول لها تستاهلي من اللي انتي قلتيه ولا ربنا يشفيهولك وربنا يصبرك. يا جماعه زي ما في حلو وفي وحش. الناس بتخش تقول لي كلمه واحده: احنا علمنا عيالنا ودفعنا عليهم دم قلبنا ودخلناهم كليات وصرفنا عليهم وشقينا عليهم وتعبنا عليهم، وانتي يا اللي بتطلعي تعملي التفاهات وما تصرفش عليكي ولا تعلمتي التعليم اللي احنا علمناه لعيالنا، وبتاخدي الفلوس دي كلها وبتشتري بيوت وشقق وعمارات. انتوا تعرفوا انا عشت ازاي؟ انتوا تعرفوا يمكن انتم اتصرف عليكم وكان عندكم في طفولتكم راحة بال. انتوا تعرفوا كانت طفولتنا احنا او ايامنا احنا او دنيتنا احنا او تربيتنا احنا كانت عاملة ازاي؟ ما يمكن ربنا كان عاين لنا او حابب يعوضنا. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ هو الرزق ده بايدي؟ انت ممكن تبقي ماشيه في الشارع ومعكيش في جيبك جنيه وتلاقي ربنا سخرلك وانت ماشيه كده حد اداكي مبلغ عشان ربنا نيتك ما بينك وما بين ربنا، وربنا رزقك على قد ما هو عارف ان انت محتاجه. هو انا كنت اعرف ان انا في يوم من الايام هبقى ام جنى؟
هو انا كنت اعرف ان ربنا هيكرمني ويوسع عليا ويديني كده؟ هو انا لو ربنا كان خدني حالا كنت هقول لربنا لا، او جوزي هيعترض او عيالها هيعترضوا؟ ليه بقى الناس مش فاهمة ان كل حاجة بايد ربنا؟ الزلزال لما جه وعملت لكم بدل الفيديو زلزال كذا فيديو زلزال، مش ممكن كان الزلزال جه. هو ربنا ليه حكمة ان احنا لسه البيوت ما تقعش وان احنا لسه نعيش، والايام اللي فاتت كان في حرب. انتوا مش انتوا كل حاجة دي مش بايد ربنا؟ الناس كلها بتعمل. بصوا انا عايزاكم اسألكم سؤال، المحتويات اللي على اليوتيوب عموما او الناس اللي بتعمل روتينيات وفيديوهات وفلوجات، انا بعمل مثلا محشي، الناس كلها بتعرف تعمل المحشي، وفي شيفات حلوين قوي بيعملوا محشي، ومفيش حد دلوقتي ما عادش بيعرف يعمل، كلنا عدنا، بس رزقهم ورزقنا.